كنا توقفنا يعني على الاجواء ديال مدينه طنجه واستقبالها للعرس الافريقي. بطبيعه الحال عطيتينا الصوره. بطبيعه الحال طنجه دائما هي جميله ورائعه، وزاد ربما غتكون زادت جمالا وبهاء مع هذا العرس الافريقي. فبغينا نعرفوا الان غنمشيو للقاء بطبيعه الحال اللي من المنتظر ان غادي يجمع المنتخب الوطني المغربي مع منتخب الكاميرون يوم الجمعه المقبل على الساعه 8 مساء. فقراءتك لهذا اللقاء محسن نعيمي. نعم فعلا اسماعيل، اذا ندخلوا الان في المرحله الحاسمه ديال لاكان. كنعرفوا ان الدور الربع النهائي يعني كندخلوا في المراحل والامتار الاخيره ديال هذا الحدث القاري. اول مره في تاريخ كاس افريقيا اسماعيل ما عندنا حتى مفاجاه للمتاهلين للدور الربع النهائي. يعني كنا اعتدنا في الدورات السابقه ديال لاكان ان دائما في الدور الربع النهائي كنلقاو 5 المنتخبات كبرى، 2-3 المفاجات، منتخبات متوسطه صغيره ضمن الثمانيه في الدور الربع النهائي. ولكن في هذا لاكان 8 المنتخبات، 4 ديال المباريات بمثابه مباريات نهائيه، وبالتالي فهذا لاكان مستوى تقني عالي جدا. حتى اللجنه التقنيه ديال الكاف اللي اكدت ان المستوى التقني ديال هذا الكان احسن مستوى على مر التاريخ نظرا لجوده الملاعب، جوده الاجواء الى اخره. بالتالي فكان تاريخيه بامتياز. اذا كنعتقد ان ان شاء الله لقاء مرتقب يوم الجمعه، ولكن المنتخب الوطني يعني مرشح بقوه للمرور دور نصف النهائي. علاش؟ لان المنتخب الكاميروني منتخب اللي كيلعب الكره اللي ماشي كيلعب بطريقه دفاعيه محضه، ومنتخب اللي كنعرفوا الكره الكاميرونيه اللي هي كره هجوميه، كره دائما اللي هي كتلعب بشكل كبير على المستوى التقني. فعلا الجانب البدني دائما حاضر على مستوى الكره الافريقيه، لكن يبقى المنتخب الكاميروني يحب كره القدم، يلعب كره القدم عكس باقي المنتخبات. لان دائما اسماعيل في كيكون حنا عندنا الاشكال، يكون عندنا الاشكال امام المنتخبات اللي كترجع الى الوراء وكتلعب بواحد لو بلوك با وما كتخليلكش لي زيسباس، وكتكون واحد الصعوبه بالغه باش نخترقوا ونسجلوا، خاصه اذا ما سجلناش بشكل مبكر. يعني اذا سجلنا بشكل مبكر فالمنتخب الاخر ينهار، وبالتالي كيكون واحد التشتيت الطريقه اللي دخل يلعب بها، وبالتالي يعني كيكون الامور حسمت. لكن ملي كتكون واحد السماته فكتكون هناك صعوبه. ولكن المنتخب الكاميروني ماشي من هذا النوع، منتخب اللي كيخرج يلعب الكره. بالتالي فكنعتقد ان دائما المنتخبات اللي كتبغي تلعب معنا الكره وكتخرج عندنا ما كنلقاوش شي صعوبه معها. يعني كنقدموا عرض جيد وكنتصروا. حنا فقط كيكون عندنا المشكل مع المنتخب اللي ما كيبغيش يلعب الكره. اذا انا كنعتقد ان المنتخب الكاميروني يعني في المتناول، وان شاء الله يكون تحقيق انتصار وندوزوا للدور نصف النهائي. واكيد الجمهور المغربي وراء المنتخب الوطني، وان شاء الله ما يكون غير الخير اسماعيل. ان شاء الله بطبيعه الحال كنتمنوا ان اللقاء مع المنتخب الكاميروني يكون يعني نقطه عبور الى نصف النهائي. فبغينا نعرفوا اليوم يعني كيفاش الشارع يعني الطنجاوي والساكنه الطنجاويه يعني كتتابع مباريات كره القدم خصوصا ديال المنتخب الوطني. كان ماشي كل شيء متاح لي انا نمشي للملعب بطبيعه الحال. فبغينا نعرفوا اليوم المقاهي كيفاش دايره، خصوصا العنصر النسوي، لان كان موضوعنا يوم امس حول العنصر النسوي والحضور ديالو في المدرجات. بغينا نعرفوا الحضور ديالو على مستوى المقاهي دي فانزون فيما يخص مدينه طنجه. نعم وذكرت اسماعيل نقطه قبل قليل مهمه، هي ديال تواجد القطار السريع للبوراق. فعلا مجموعه من الجماهير الطنجاويه دائما يعني تحاول الحصول على التذاكر. كنعرفوا الصعوبه بالحصول على التذاكر خاصه في هذا الحدث الكبير، ولكن رغم ذلك الجمهور بحال اللي كيحصل على التذاكر فكياخذ البوراق وكيمشي بسرعه لعاصمه المملكه. ولكن باقي الجماهير كتفضل اما المناطق ديال الفانزون، واللي جميل اسماعيل في المنطقه ديال الفانزون ان كتعيش تقريبا اجواء تقترب من الاجواء ديال الملعب، لان كتكون واحد الحماس، كيكون واحد الفولكلور، كيكون كذلك مجموعه من لي طومبولا اللي كيداروا اثناء المباراه، كاين منشطين اللي كينشطوا الجمهور اثناء المباراه. بالتالي فالجمهور اللي ما قدرش يمشي للرباط او لا تعذر عليه يحصل تذكيره او عنده عمل او عنده دراسه، فالمنطقه ديال فانزون هي فرصه رائعه انك تعطي ديك الاجواء، فعلا ماشي بحال الاجواء ديال الملعب ولكن على العموم
قريبه. اجواء كتكون جميله. نعم كتقرب ديك الاجواء. ونقدر نعطيك بان حتى الاهازيج اللي كيكونوا مثلا عاد تلعب شي ركنيه ولا ضربه خطا المنتخب الوطني، يعني كتسمع الشبكه، كتسمع الاهازيج كتحرك، يعني بحال هما داخل الملعب، ماشي فقط كيشوفوها عبر الشاشه العملاقه. وكنعرفوا كذلك المتعه ملي كتشوف المباراه في الشاشه العملاقه، ماشي هي بحال الشاشه الصغيره. وخاصه كيكونوا الشباب مع الاصدقاء ديالهم والعائلات كذلك، كتكون واحد لومبيونس اللي هي مهمه. وكاين كذلك جماهير اخرى اللي كتحرص على الطابع التقليدي والكلاسيكي، انها كتشوف المباراه داخل المقاهي، خاصه المقاهي الشعبيه في المدينه القديمه او في البولفار ديال طنجه، يعني الاحياء يعني التقليديه ديال المدينه، وكتكون اجواء خاصه كذلك. وكذلك كاين جمهور اخر، هضرتي على العنصر النسوي. العنصر النسوي يعني يقبل بشكل كبير على الحضور في منطقه الفانزون. انا عملت واحد الزياره في المباريات السابقه، يعني طبعا الحال ما كنتش في الرباط، يعني واحد الحضور ديال السيدات كذلك الامهات الشابات من مختلف الاعمار، من مختلف الاعمار حاضره بقوه، كتعيش هاد الاجواء. هذا شيء جميل ان المراه المغربيه الان يعني تحب كره القدم، واصبحت يعني حاضره بقوه وكتلعب الدور ديالها في تشجيع المنتخب الوطني. وكذلك كاين عائلات اسماعيل اللي كتشوف المباراه في المنزل. كاين مجموعه من العائلات اللي كيستغلوا هذه المناسبه باش العائله كتجمع وكيعملوا يعني وجبات عائليه وكيشوفوا المباراه، خاصه المباراه ملي كتكون الفتره الليليه مثلا الساعه 8 والمباراه المقبله كذلك الساعه 8، فكتكون واحد الاجواء اللي هي خاصه. اذا المدينه بشكل عام في الوقت ديال مباراه المنتخب الوطني نقدر نقول لك انك تحس انك في واحد الحدث استثنائي بامتياز. شكرا لك محسن نعيمي، كنت معنا من مدينه طنجه، بطبيعه الحال الصحفي والاعلامي الرياضي، والاكيد غادي نلتقي بك في مناسبه قادمه بحول الله. الى اللقاء محسن. الى اللقاء اسماعيل، وكل توفيق للمنتخب الوطني. كل توفيق. بطبيعه الحال النخبه